دلوقتي يا شباب هنتكلم عن الهابتس في 14 عاده، في كتاب كان معمول عن اهم 14 عاده بتاثر فيك كديفلوبر، وازاي بتخليك شاطر، وازاي بتاثر في المايند سيت بتاعتك في الكارير سواء تكنيكال او نون تكنيكال. انا كنت عملت فيديو لخصت الكتاب ده واتكلمت عنه، ممكن تبقوا تشوفوه على الشانل. دلوقتي انا حابب انا والدكتور مصطفى نمسك واحده واحده وناخد فيدباك الدكتور مصطفى عليه، هو ايه رايه ايه في البوينت دي. ماشي، نتوكل على الله. نتوكل على الله. اول هابت، مفيش افضل مجال. مفيش افضل مجال، انا شايف ان دي فكره كويسه. عشان برضه اكون فاهم السياق، تقصد حلو، يعني امشي في الكارير ده ولا في الكارير ده ولا في الكارير دوت؟ بالظبط. طيب ده النقطة بيساعدنا هنا بتقول، عشان برضه افهمها لك قوي، النقطة هنا اول هابت في الكتاب بيتكلم فيها، بيتكلم على فكرة ما تقعدش كل ما تظهر حاجة جديدة تجري عليها جميل. من الاخر بس. انا هقول لك على حاجه فيري ريليفنت بالنسبه لي. انا اتخرجت من الكليه وكنت معيد. آه، بدات ان انا ابقى معيد علشان انا كنت باحب إن أنا أبقى قريب من الطلبة. امم فقُلت أبقى معيد ونشوف يعني هنحب نعمل إيه. فاشتغلت software engineering، بدأت الcareer بتاعي فوري. فوري شركة بدأت، أنا كنت تاني software engineer يخش الشركة. فكنا بنبني بقى من الصفر ودي متعة. يعني إنك تخش شركة تأسس مشروع كبير وتشوف اللي بيحصل. وكنت قريب أوي من الCEO ومن الراجل اللي هو أشرف صبري ومش عارف إيه. قاعد مع الكبار وبنشوف الدنيا بتكبر إزاي. امم آآ وكان مشروع كبير. بعد سنة ونُص في الشركة، أنا حسّيت إن اللي أنا باعمله فيها بقى سهل ومتكرر، وقُلت لنفسي الcareer بتاع software engineering it will be boring بالنسبة لي بالمنظر ده. فقُلت نروح نجرّب الناس بتاعة الresearch عشان يبقى more challenging، وأظن حكيت ده زمان. أنا دلوقتي في اللحظة دي من عمري حاسس إن الطبائع الcareers متشابهة. امم يعني حتى الطابع بتاع يعني أنا دلوقتي مش متأكد قراري بتاع زمان إن أنا I learned a lot من الtrack بتاع الPhD ده. بس أنا زمان لمّا خدته على أساس إن الدنيا بتربيت بصورة معيّنة، فخلّينا نروح لحاجة much more open ومش عارف إيه. دلوقتي بقيت باحس إن الطبائع متكررة، سهل ييجي لك في الresearch career ملل عادي، من امم طبيعة التاسكات، من طبيعة الشغل. فالموضوع أشبه بspikes، في حاجات حلوة بتعجبك أوي، في حاجات مملة ورخمة، حاجات حلوة، حاجات مملة ورخمة. الطبائع بتاعة المجالات شبه بعض أوي. فأنا امم بينما أنا سِبت الموضوع وقُلت بقى أروح لحاجة very challenging ومش عارف إيه. يعني الطبائع قريبة، بتعمل حاجة مختلفة هنا في الskill set مختلفة. بس حتى على المستوى العريض بتاع المجالات، الدنيا فيها درجة من الخبرات اللي بتتراكم شبه بعض. فلمّا بييجي واحد يقول لي ده أنا there are a lot of tracks، أنا هاجرّب بالظبط ده كله، باقول له الموضوع مش مستاهل أوي كده. يعني ابدأ في حاجة عجبتك كمّل خلاص. طب ده بالظبط ممكن يكون في حاجة في الsecurity will be much الtracks شبه بعض. في بالكتير شوية انحيازات عندك هنا أو هنا أو هنا. وممكن واحد يعجبه يعني عقليته، مثلًا أقول مثلًا حد بتاع back end بيحب أوي الdesign ومش عارف إيه بتاع الsystem والcomponents. واحد بتاع الfront مثلًا عنده sense أكتر في الcustomer بيشوف الحاجة إزاي. فممكن الانحيازات دي تساعد الناس إنها تبدأ تختار. واحد مثلًا بيميل للscience والequations أقول له طب جرّب data science machine learning. بس كده خلاص. يعني شوية انحيازات بتزُقّك في اتجاه. بس الجو بتاع explore كل حاجة لأ. بالظبط، هو الكتاب بيتكلم في نفس النقطة دي بالظبط. فده هو ده اللي حصل معايا بالhard way للأسف. لا، ايه هو الكتاب اتكلم في نفس النقطه دي بالظبط، اللي هو خليك اوير باللي بيحصل، خليك اوير بالتراكس اللي بتطلع، لكن ركز شويه في المجال دي اللي انت حاجة فيه، لان مفيش مجال افضل من مجال يعني. دي حاجة غاية الأهمية. طيب. وعشان قيمة الناس في الtracks بالdepth، كل ما تكبر كsenior الdepth والbreadth بتاعك is very critical. كونك متنطور عارف لنا 100 حاجة وكل حاجة مستواك فيها عالي، لسه يعني ده هيتغطى من جدًا. الهابت. جايه النقطه دي. طيب، تاني نقطه انت بتحبها جدا، يعني دي اكتر نقطه حضرتك بتنوه عليها، الاساسيات. دي تاني نقطه. خناقة كبيرة موضوع يعني الأساسيات ده. خليني اقول لك الكتاب قال ايه في الحته دي. الكتاب قال جمله جميله جدا، قال له انت ممكن تبقى رسام شاطر، تمام، وتكسب فلوس وكل حاجه، بس عشان تبقى رسام ما فيش زيك، أنت محتاج تفهم اللي هو إيه، تقسيمة الجسم، التشريحات بتاعة الجسم، محتاج تفهم التفاصيل، أو بمعنى تاني محتاج تفهم الأساسيات كويس أوي. أنت إيه اهم. رأيك في النقطة دي؟ آآ أظن أنا من الناس اللي رغت كتير في الموضوع بتاع الأساسيات. الأساسيات. أنا عايز أقول لك إن في 3 حاجات أنا اتحركت فيهم
واحده فيهم كان عندي اساسياتها واثنين ما كانش عندي اساسياتهم. الحاجه اللي كان عندي اساسياتها اللي هو اساسيات الكمبيوتر ساينس ان جنرال اتعلمتها كويس، درست كويس، كنت من اوائل دفعتي. I have a lot of programming and coding and debugging and thinking experience. فلما بروح اشتغل في الرول بتاع السوفت وير انجينيرنج الدنيا كان فيري جود. المجال بتاع الكمبيوتر فيجن ده انا دخلته دخله غريبه جدا. انا كنت رايح اعمل ماجستير في سوفت وير انجينيرنج، تمام. بدات ابدا واقرا ومش عارف ايه، حسيت ايه الملل ده، المجال ده بتاع اندستري، ده مش بتاع ريسيرش. فليا صديق ربنا يبارك في عمره يا رب، اغلبكم ما يعرفوش بس يا هو رب. يعني من العلامات المميزه اللي الناس ما تعرفوش، علي الكحكي. علي يعني من افضل عقليه خرجت من حسابات القاهره، علي الكحكي. ما بس شاء انتوا ما الله. تعرفوش يعني. فعلي قال لي روح اشتغل ماشين ليرنينج وجرب وايه، ودخل لي السي في جوه مايكروسوفت ساعتها في المعادي. فلما رحت قلت لهم انا عايز اشتغل ماشين ليرنينج، قال لي ما عندناش ماشين ليرنينج، عندنا حاجه اسمها ان ال بي وحاجه اسمها كمبيوتر فيجن، دي تطبيق على الكمبيوتر فيجن. واللي بيعمل لي انترفيوز كان بتاع كمبيوتر فيجن دكتور معتز زبان ربنا يبارك له. فقلت له خلاص نخش الكمبيوتر فيجن، ما اعرفش مين ده بس نخش يعني. فانا رحت اعمل ماس ريسيرش في مجال ما اعرفش عنه حاجه اصلا، مفيش اساسيات، زيرو. انا اعرف من الماشين غير ما ليرنينج، تعدي على الاساسيات خالص. مين ايمج بروسيسنج، من كمبيوتر فيجن انا ما اعرفش خالص. اول اسبوعين في الشركه دي كانوا على ماسك بيبر واحده عمال اقرا فيها 100 مره عشان احاول افهم الناس دي بتقول ايه. هقعد فتره بحاول اكواير بقى المجال بالهارد واي اللي هو انا ما درستوش، لحد ما بدات افهم الدنيا. فاهمه ازاي؟ فاهمه بالهارد واي. انا دلوقتي عملت فيه PhD، الدنيا كويسه. من المجالات اللي زمان الناس كانت بتدرسها ولسه مش موجوده عندي اساسياتها وتعباني، الايمج بروسيسنج، اللي هو ازاي هتعالج الصوره. دلوقتي انا في نيفيديا عشان احنا في البرودكشن بتعامل مع الناس بتاعت الكاميرا والناس بتاعت السنسورز ومش عارف ايه، وبحتك بلايرز كتيره مش غاوي. يعني انا I'm living a big challenge في نيفيديا علشان في كذا فاكتور جديد عليا، من ضمنهم ان انا بنتقل من ريسيرش للبرودكشن، ومن ضمنهم ان انا بنتقل من R&D للريسيرش للانجينيرنج، ومن ضمنهم ان انا بحتك باللو ليفل بتاع الكاميرا، الناس بتاخد الرو ديتا جايه لها، والتيم عمال يتكلم في سبيكس في الصوره ما اعرفش عنها حاجه، عمال اتشقلب واتنطط واحاول اتعلم. ده بيعمل عليك ستريس. فانا هنا I don't have image processing basics. انا يعني عملت PhD في الكمبيوتر فيجن فلقطت الصوره في الاخر. I don't have background في الايه، في الماشين ليرنينج بيزكس. لو انا بعد شويه اترميت ان انا اشتغل في 3 دي فيجن، مش كنا لسه بنتكلم على 3 دي من شويه، انا ستيل I don't have good basics في 3 دي فيجن. المجالات دي بتنفخني، لان انا بينما انا مشغول وبحاول اشوف اللي ورايا واخلصه، there are a lot of basics. لو في طالب جونيور كان قاعد قرا كتب بالتدريج وحل البيزك اكسرسايزز هيبرفورم احسن مني فيه. هقول لك على حدوته ظريفه. وفي موقف عمري ما انساه في شركه ستارت اب اشتغلت فيها المانيه في 2014. الراجل جاب لي تاسك معينه، بناخد صور بنطلع منها معلومه معينه. تمام. فانا مسكت الصور بخبرتي از ديب ليرنينج جاي، قلت له مش هنعرف نحل البروبلم دي غير لما معانا كميه داتا كويسه. في التوقيت ده كان جاي لنا ولد ايمج بروسيسنج من الجامعه الامريكيه. تمام. الولد مسك البتاع وعمل ايمج بروسيسنج سكريبت عبيطه حل بيها المشكله. لك ان تتخيل المفارقه هنا، اول حاجه هو جونيور وانا سينيور، وانت كسينيور الناس بتعتمد على كلمتك وبتبني ثقه في شخصيتك. 100%. فاي جيف هيم رونج سيجنال البروبلم دي مش هتتحل. والغلطه الرئيسيه هنا ان انا استخدمت الديب ليرنينج از هامر هنحل بيه كل مشكله. الواد اللي جاي ده عنده خبره بايمج بروسيسنج، فهي كودت في 10 لاينز اوف كود ازاي نحل المشكله. السينيور ما عرفش والجونيور عرف، طبعا منظري ساعتها ما عجبكش. فلما تيجي تبص هنا البيزكس بتاعت المجال اللي مش عندي دي بتخليني اي ميس some points some solutions. فانا عارف فاتوره عدم وجود، جات لك الهارد واي، هي جات لك بالهارد واي. فاتوره ان يكون في مجال ما عندكش اساسياته. وانا قلت وانت جونيور بتستخبى وبتعدي، لما كل ما تكبر في السينيورتي وقوع الاساسيات ده عندك، يعني هي المشكله انك مش بتتقفش وانت صغير، انت بتاخد في وشك وانت كبير بسبب الحكايه دي. ودي مشكله ان الشباب بيشوف I can learn without I can work without the basics. ايوه بس ممكن تشتغل. هتبقى في وضع لا تحسد عليه وانت كمان كبير. شويه. صح. وهي دي مشكله الاساسيات، من غير ما كده نقعد لخصت نخش بقى في الجوريثمز انت ستراكشرز. كده دي لخصت بس اللي انا الدنيا. اتكلمت عليها كتير جدا في القناه بتاعتي دي. انت كده لخصت الدنيا فعلا. هتقدر تشتغل، حد يسالني تقدر تشتغل بس مش هتبقى شاطر،
ومش هتحس بده غير لما توصل لبوزيشن هيبقى مطلوب منك ان انت زي ما حضرتك قلت، مطلوب منك ان انت تتكلم وفي ثقه وفي حاجه. لو في بيزكس اثرت، لو انت في بيزكس عامل لها مس، هتاثر بشكل كبير جدا جدا انا اصلا مقتنع ان هي حتى وانت جونيور هتاثر معاك، يعني ايفن وانت جونيور هتاثر معاك. في زماننا ده الجونيور بيعرف يستخبى بسبب ان الفريم وركس بقت هاي ليفل قوي، بتراب لي حاجات كتيره. يعني هاقول لك مره لما كنا في فوري وكنا بنديبلوي المشروع بتاعنا في حاجه فيها كذا كومبوننت وكذا وايرلس نتورك ومش عارف ايه، بتاعها ما كانش شغال. السينيور تيك ليد بتاعتي كانت شاطره جدا، ربنا يبارك لها. فامل لقطت ان في حاجه بنسميها كيب الايف في النتورك. الكيب الايف دي سيجنال، انت النتورك لما بتلاقي ان مفيش حاجه باكيتس بتعدي بيحصل لها زي سليبنج، فتيجي عليك لحظه الكويري بتاع النتورك بيروح يلاقي البتاعه نايمه. السيرفيس عندك بتقول ان السيرفيس شغاله، بس هي في حاجه نامت، فهي يعني هو مش ديد ومش الايف، مش شغال. فالكيب الايف سيجنال دي بتقعد انت تبعتها، it is like a dummy request عشان ما يحصلش سليب. عشان تفضل شغال. إمم. تخيل لو انت راجل ما عندكش اساسيات نتوركينج وسينيور بس خلاص اللي شغال في الباك اند، يبقى قابلني لو لقيت حد يحل لك المشكله. البيزكس ماشي. أنا اليومين دول في الشركه في انفيديا في تيم يبدو ان هو عنده ضعف وبيقابل بروبلم فيري تشالنجينج، وعمالين يرموا البروبلم على بعض لان هم they don't know how to solve it. وانا قلبي بيقول لي العيال مسقطه شويه بيزكس في اللو ليفل، مش عارف ينزل من تحت يحلها، إمم. وهيعملوا مشكله في التيم ويلبسونا في الحيطه. بس you lack basics هتباك فاير عليك وانت كبير، والناس بس بتكاونت عليك وهتقول لها مش عارف المشروع مش عايز يتحرك. مضبوط. وساعتها انت الناس انت اللي بتجي لك عشان انت اللي تساعدهم. وبيبقى صعب إن أنت يعني بيبقى صعب إن أنت ترجع للبيزكس في مرحلة متقدمة من حياتك، بدأت تنشغل، بدأت يبقى في career، بدأت في حاجات كتيرة أوي، مش فأنت لاقي حد يساعدك. أفضل فرصة عندك وأنت لسه في الأول، ايوه. اتعلم البيزكس. طيب النقطة التالتة برضه أنت ذكرتها واتكلمت فيها، أنا ما قُلتلكش، لو عايز تفهم حاجة بجد يبقى لازم تقدر تشرحها. اظن ده اتكلمنا فيه. بالضبط، دي إحنا اتكلمنا فيها، أنت دي حضرتك حاجه لخصت معروفه في ناس بالممارسه كتيره جدا، حتى بره يقول لك اشرح الحاجه عشان تفهمها كويس. بالضبط. طيب ندخل في العادة الرابعة، العادة الرابعة بتتكلم اللي هو إيه keep playing، خلّيك مُمِل، لو ترجمناها بالعربي هي be boring، أنا باقول عليها keep playing، بس هي خلّيك مُمِل، بمعنى إن أنت دلوقتي مثلًا البرمجة ما فيهاش فوز، يعني ما فيش حاجة اسمها win، البرمجة عبارة عن طريق ماتش كورة بس ما لوش نتيجة، يعني أنت هتفضل تلعب. فأنت مثلًا لو العادة بتقول لك ما فيش أي لازمة إن أنت لو في بجاية معطّلاك تسهر الليل كلّه، اهم. تمام، لو في مشكلة مقابلاك تقعد تفضل فيها يومين 3، ما هو أنت مش هتفوز، ما هو المشكلة هيطلع بعدها واحدة تانية، أنت اهم. هتعمل إيه؟ يعني أنت هتفضل كده حياتك كلّها بتحاول تفوز في ماتش ما فيهوش فوز؟ feedback. باحاول أفهم أكتر، يعني هو عايز يقول له ما don't burn much time في يعني هل الfocus على موضوع الwinning إنك أنت داخل في صراع مع الحاجة بنفسك يعني، هو ده الهدف بالضبط، ما تاخدهاش كده، هو هدفه اللي هو يقول لك ما تاخدهاش كده keep playing، اهم. خلّيك استمر، خلّي الموضوع بالنسبة لك إيه، اللي هو طريق أو حاجة إحنا كده هنعملها وكده هنشتغل فيها، تمام، زي ما حضرتك قُلت ما تجيش على نفسك أوي، ما تحرقش طاقتك أوي، ما تفتكرش إن أنت لو حليت الحاجة دي النهارده أنت خلاص كده أنت الموضوع خلص، الموضوع ما خلصش. اهم. هو يعني it's hard for me to get the context، بس مثلًا يعني من الحاجات اللي يعني relevant للموضوع إن الشغل في الشركات ما بيخلصش. يعني أنا ما باحبش إن أنا آآ لو أنت خلّصت حاجة وقرصت على نفسك جامد فيها وقعدت يعني تطحن نفسك فيها eventually more and more tasks are coming. إمم. الmanagers دايمًا بيحاول يدّي الimpression بتاع الناس إن we have a lot of things to do، ما هي مش هتخلص. ف فكرة الناس تحرق مثلًا وقت كتير في الشركات، دي فكرة سيئة جدًا. اللي هو بتبوظ الأجندة بتاعتك. يعني ما فيش داعي لكده، وما فيش داعي إنك تخش في صراع نفسي مع bug، ما فيش بالضبط. داعي إنك تعمل حاجة زي كده. خُد الموضوع easy، هو في ب هنا 2 علّقوا على الموضوع، كمّل، اتفضل يا دكتور. عايز أقول لك على حاجة باعملها كتير في موضوع الchallenges، ونسيت اسمها. أنا لمّا بتقابلني مشكلة صعبة ما باقعدش أحل فيها كتير جدًا، باعمل باخدها في rounds،
يعني باقعد أجرّب فيها شوية واسيبها واروح أعمل حاجة تانية، وبعدين أرجع لها تاني أعمل فيها round. بتلاحظ إن عقلك لمّا بيفُك وتيجي تجرّب تاني عقلك بيgot insights. طب ما نجرّب ده، طب يعني actually you give a chance your mind إن هو يرجع يwire بصورة يهدى. مختلفة. وفي ناس إمم. بتكلمك حتى لو أنت نايم عقلك ممكن يبقى is playing with this problem. أنت مش حاسس، بس something is بيحلها. constructed في عقلك وأنت نايم. فأنا باعمل ده كتير، وأحيانًا طب سبحان لو الله الأجندة بتاعتك خلصت، يعني أنت لو ماسك مشكلة وفي الround الأولى بتاعتك في الpractice اللي حضرتك بتعمله، خلاص يعني الfull time shift خلص، بتعمل إيه في case زي دي؟ يعني تقصد الtask اللي ورايا خلصت في الشركة وعندي وقت فاضي؟ معاك بجاية ماسكها مثلًا شغال عليها وخلاص فاضل ساعتين، الساعتين عدّوا لسه ما خلصتش البجاية. يعني مين حط limit الساعتين؟ يومي خلص يعني؟ اليوم مش هاسيبها واروّح عادي. exactly. وهنا بقى الاتنين في feedback من اتنين، واحد في GitHub واحد في Shopify، الاتنين قالوا نفس الكلام، إن هو أشطر ناس شافوهم في حياتهم الناس اللي كان عندهم أجندة واضحة. اليوم بييجي بالضبط خلاص، عشان ما خلاص بكرة، فاهم؟ زي ما حضرتك قُلت المشاكل مش هتخلص والشغل مش هيخلص. يعني أنا فاكر الteam leader بتاعي أو الtech lead بتاعي عنده 25 سنة experience وما شاء الله يعني أنا باحبه جدًا، يعني على المستوى الشخصي وعلى المستوى الtechnical. بابلو لو لقاني قاعد في ساعات، هو عارف إن الtime zone بتاعة مصر، لو لقاني قاعد في وقت أنت بتعمل إيه؟ أنت قاعد بتعمل إيه دلوقتي؟ دي ثقافة حلوة، دي اعمل ثقافة log حلوة. out اعمل log out. يعني في ناس بيخش في حالة من إدمان الشغل أو بيحس بالندم إن حاجة مش خلصانة أو منظري قصاد الناس، ما لم نكن في release أو demo أو حاجة very critical. أنا دي case باروّح تانية ورايا. ده حقيقي. طيب الأصل العادة الخامسة هنا يعني. تمام، العادة الخامسة بسيطة، يعني إيه، اشتغل لنسختك المستقبلية. بمعنى إن أنت لو في كود مثلًا في حاجة، ما تعتمدش إن أنت هتبقى فاهم الموضوع ده قدّام، كمان سنة يمكن حصلت مع ناس كتير فينا يعني، script بسيط جدًا ترجع له أنت مش مصدق إن أنت اللي كتبته، من اهم. كتر ما أنت مش فاهمه، عشان أنت كنت بتكتبه من نسختك الcurrent اللي هي النسخة الحالية، وأنا عصام وأنا باكتبه دلوقتي أنا فاهمه ومُلِم بالتفاصيل، بس كمان سنة لأ. يعني أنت لمّا جيت تقرا كودك، أنا ما أحيانًا ما باقراش كودي عشان ممكن مش فاهم، أنا مش عارف أنا كتبته بصورة وحشة أصلًا. لأ، يعني أنت مثلًا ما حصلتش معاك قبل كده خالص وكنت كاتب script أو project ورجعت له وأنت بتبُص في module معيّن أو في جزئية معيّنة، لقيت نفسك لأ، مش فاهم أنت عملت دي ليه؟ أيوه ده بيحصل كتير. بالضبط، هي دي النقطة، هي دي الهدف. وده عوّدني شوية إن أنا لمّا آجي أكتب كود أcomment بصورة كويسة. لإن أحيانًا بيحصل كتير في الشركة، شغّال على مشروع، يقول لك سيبه شوية دلوقتي وتتحرّك أو حتى تاخد إجازة شهر وترجع، ولمّا ترجع تلاقي نفسك مش فاهم اللي بيحصل. ففكرة بالضبط، إنّك أنت تكتب حاجة بنضافة وأسامي كويسة وتكون comment وممكن تعمل slides بتشرح فيها، الحاجات دي كلّها بتخلّيك سواء لمّا تيجي تhand over للناس أو أنت ترجع تبُص على حاجتك، تلقط أكتر. وأنا ندمت في الحاجات اللي أنا ما عملتش فيها كده. هي دي الهدف، هي دي الهدف. طب العادة السادسة، العادة السادسة برضه يمكن حضرتك اتكلمت فيها شوية أو مش بشكل explicit مش بشكل direct بس ذكرتها، اللي هي ال8 ساعات بتوع الfull time مش كفاية. بمعنى أنا ما أقصدش بالعادة دي إن أنت تقعد تشتغل على نَفْسك عشان خاطر تحرق زيادة وتبوّظ الlife balance بتاعك الwork life balance يعني، بس أقصد اللي هو إيه، مجال البرمجة بشكلٍ ما ممكن ما يبقاش في opportunity في شغلك لو أنت عايز تتعلم تكنولوجيا معيّنة، عايز تبُص على حاجة معيّنة، صح، عايز تقرا كتاب معيّن، مش هيبقى في opportunity إنك تعمل ده في الشغل. صح. فالعادة دي بتقول لك إن هو من 09:00 ل17:00 مش كفاية. صح، ده منطقي. وأنا دايمًا باقول للشباب زمان كان في مقال نسيت اسمه بتاع أخونا عمرو علي، وكان بيتكلم يعني إن في اتفاق ضمني في المجال ده إنك لازم تفضل تطوّر من نفسك، وعادةً ده ما بيحصلش خلال وقت الشغل. وقت الشغل إمم، بيبقى experience في اللي بنتعلمه. فدايمًا باشوف الناس لازم تاخد من 6 ل8 ساعات في أسبوعه beside his own side projects. إمم، يوزّعهم بقى شوية في بالضبط، يوم الأسبوع، في الweekend. يعني أنت you have a one extra day أو half day لو أنت مشغول، لازم تزُق فيه، لازم. تكنولوجي جديدة، article جديد، ما حدش فاضي إنك تتعلم ده جوّه الشركة بتاعتك. بالضبط، هي دي الحتّة أصلًا اللي هي إيه، فايدة الside projects برضه يمكن حضرتك ذكرتها، وفكرة إن هو إيه، هو اتفاق ضمني.
انت لازم تعدي الموضوع ده، 9 ل5 دي مش كفايه، هم عارفين ان انت في حاجات هتقراها وتطور من نفسك، مفيش في الشغل وقت لده. وهنا بتيجي أهمية إن أنا دايمًا أقول للشباب إن أنا من ساعة ما اشتغلت دايمًا باشتغل في الشركة 8 ساعات بس، لإنك أنت لو خدت أكتر من كده بكتير قتلت ده يومك هييجي حتى على إنك أنت تحط ساعة واحدة لنفسك فيه، ده فضلًا عن إنك أنت عندك social life ممكن يكون عندك أولاد، فشغلك 8 ساعات وتحط كمان من 4 ل8 في extra مع نفسك بتطوّر فيهم من نفسك. هي دي فكرة الwork life balance اللي هو إيه، ما تبوّظهاش أوي بس لأ keep doing يعني. طيب العادة السابعة الbusiness side اللي هو يمكن برضه حضرتك بشكلٍ ما ذكرتها، الbusiness side هنا نقصد بيها فكرة إن أنت تكون فاهم الbusiness، ده حتّة حرجة جدًا في الsoftware engineering. حقيقي. أنت كdeveloper في ناس كتيرة أوي بتignore الحتّة دي، لكن guess what الكتاب بيقول لك إن فهمك للbusiness side يخلّيك فاهم، يمكن دي بقى نقطة يعني عبقرية، بيخلّيك فاهم لو في مثلًا أنت دلوقتي بتبني features، إيه الfeature اللي أنت محتاج ما تعملش عليها over engineering وما تinvestش فيها أوي، عشان الfeature دي أصلًا مش مكمّلة، تمام، صح. وإيه الfeature أو الmodule أو الdesign بتاع جزء مثلًا separated module لوحده، ده محتاج تinvest فيه كويس، عشان ده على الlong term لأ الbusiness هيinvest فيه، فالكتاب بيقول لك أنت مش هتعرف التفاصيل دي غير لمّا تهتم بالdark side بتاع الsoftware engineering جوّه الbusiness. حقيقي. لمّا أنا بدأت شغل فوري أول 3 شهور كانت الproductivity بتاعتي تقارب الزيرو، وسبحان الله الteam lead بتاعتي أمل ربنا يبارك لها كانت مستحملاني، اللي هو إيه ده واد جديد كده هنستحمله لحد ما يكبر شوية. الفكرة أنت دخلت في system كبير جدًا، فوري is a big system و أنا طول الفترة دي كنت عمّال أقرا في الrequirement documents وطبعًا باتعرّض لحاجات كتيرة جديدة عليَّ، كconcepts والdomain وتفاصيله. لمّا فقط وصلت لمرحلة من مع اللَف في الdocuments وسؤال الناس، بدأت أفهم هو إيه اللي بيحصل، دي كانت اللحظة اللي أنا عرفت أطلّع فيها قماش. ولا زلت أذكر أول task يعني الteam lead فرحت بقى إن ادّتني حاجة خلّصتها. أنا قاعد أنت بدأت تعمل إزاي؟ أنا مش ما عنديش مشكلة coding skills، أنا عندي مشكلة إن أنا أنت عايزني أكود إيه وعايزني أكوده ليه؟ أنا تايه طول الوقت. إمم. وما عنديش الأوزان النسبية بتاعة اللي بنعمله، وما عنديش الصورة الكبيرة بتاعة اللي بنعمله. فمع كثرة قراية الdocuments وإن أنا أروح أسأل ومش عارف إيه، بدأت ألقط هو إيه اللي بيحصل، مين الcomponents المختلفة والsystem ده موجود ليه، وليه عايزينه، ومين بينادي مين، ومين مستني من مين إيه. لمّا بدأت ألقط إيه اللي بيحصل في الbusiness من كتر قراية الbusiness requirements، بقيت أحس إن الproductivity بتاعتي اختلفت جدًا، تمامًا، بالضبط، هي دي تمامًا. النقطة، اللي هي الbusiness side، أهمية الbusiness side حتى لو أنت software engineer يعني. حقيقي. طيب العادة التامنة الside projects أو المشاريع الجانبية، إحنا لسه حتى ذاكرينها وحضرتك قُلت هو الكتاب بيتكلم إن المشاريع الجانبية دايمًا فرصة ليك إن أنت تطوّر من نفسك، دايمًا صح، فرصة ليك، هي يمكن related برضه بالhabit اللي إحنا لسه قايلينها اللي هي من 9 ل5 مش كفاية، صح. بس هو الكتاب بيقول المشاريع الجانبية دي أنت بتpractice فيها حاجات كتيرة أوي، أنت ما عندكش الopportunity إن أنت تpractice الحاجات دي. صح. ولو عملت حاجة محترمة وحلوة ورفعتها على GitHub كopen source والّا حاجة it will be very added value للCV بتاعك. فيعني طيب ما تبقاش حاجة dummy. طيب يعني guess what في هنا senior من GitHub كان بيتكلم عن الموضوع وذكر الحتّة دي، قال إن المشاريع الجانبية كانت فرصة ليه إن هو يتعرّف بصاحب الكتاب، اهم. اللي هو خد الfeedback بتاعته. ف أوكي. طيب النقطة التاسعة ماريو والّا سونيك؟ وهنا نقصد إن ماريو هو اللي بيتنطط بين الشركات، سونيك اللي هو بيفضل وقت أطول في الشركة. لسه أنت كنت شايف لسه الكتاب، كنت يعني أنا هاقول لك برضه رأي الكتاب، هاقول أوكي. لك رأي الكتاب بسرعة في الحتّة دي، رأي الكتاب اللي هو إيه، ده ليه benefits وده ليه benefits، اهم. تمام؟ الكتاب بيقول إن التنقل ما بين الشركات ده بيساعدك إن أنت تشوف أماكن كتير مختلفة، تشوف experience، تشوف industries كتيرة مختلفة، لكن في نفس الوقت كونك بتفضل وقت أطول في الشركة، ده بيبني جواك experience قوية، مش experience سطحية، لأ experience بجد، لأن الcritical problems والbigger problems ما بتظهرش غير لو أنت قعدت في المشروع وقت enough، مش إن أنت أصلًا كنت لسه بتتعرف عليه. اهم. طيب خلّيني أقول لك عشان لسه الصبح كنت باتكلم مع founder في الموضوع دوّة. أول حاجة عايز أقول لك لمّا دخلنا فوري، كان واحد من النقد اللي بيوجهه بعض الناس في الteam لبعض الناس في الteam إن هم راحوا جابوا ناس من IBM، الناس دي طول عمرهم عاشوا في IBM بال20 وال25 سنة والّا يمكن إمم. أكتر.
فالناس they don't know how to do things except the IBM way. يعني فكره الدايفرسي بتاعت ممكن نحلها بكذا او بكذا او لا، هو راجل مش هنجيب فاهم. التول دي بتاعت اي بي ام وهنعمل كذا بقى. هو كوبي بيست للي عنده. الناس التانية انا بقى قاعد بتفرج على التو سايدز، ده موجود وده موجود. الناس التانية كل كام سنه كان بينط في شركه تانية، فبيبدا هو از بروبلم سولفر بيشوف ازاي الناس من مكان للتاني عندها ثقافه مختلفه، قادر يشوف حلول مختلفه ويحدد مميزات وعيوب. هو كان بيعمل كده. واحده من اكبر عيوب الانتظار الطويل في نفس الشركه you see one philosophy for doing things. التاني بيشوف كذا طريقه بمميزات وعيوب، فلما بيتحط في مواقف جديده بيبدا يماتش مع اللي هو عنده، وعنده الكالتشر بتاع ايه الحلول المختلفه، ايه مميزات وعيوب كل حلول، ايه الكونسترينز اللي عليا، ايه معايير الاختيار. فدي فلسفه غايه المهم. هنا تاتي خطوره الاستمرار الطويل في الشركه، عشان كده انا ما بنصحش بيه. فده this is one point. الشركات الكبيره هنا فيها ازمه معروفه. الناس اللي بتقعد في الشركه كتير مرتبهم بيبقى قليل، ودي حاجه سربرايزنج. حقيقي. بيفضل هو الانكريمنتال سالري انكريز اللي الريت بيحصل العادي. صغير، والفريش ده جاي اصلا على أو اعلى. كبير. مرتب واحد كبير في سينيور برنسبل مثلا ممكن يكون اقل من واحد في ال5، والناس عارفه كده. وفي ناس هنا ممكن تسال سؤال، طب ليه الشركات بتعمل كده؟ وليه الناس مش بتاكسبت الوضع ده؟ الشركات الكبيره الداتا بتاعتهم بتقول ان غالبيه الناس لو هو عاجبه المكان وعاجبه الكومفورت زون بيفضل انه يقعد 20% بس منهم هو اللي بيمشي. يعني السؤال بيقول ايه؟ ليه الشركات ما تديش الناس اللي قاعده كتير عندها في الشركه انا فهمت قصدك. ويبقى فير؟ يعني الشركه عارفه ان 80% منهم هيفضل قاعد هيقعدوا عادي. و20% بس اللي هيمشوا، هم مش يمشوا مشكله. ونهاير ال 20% بدلهم، وما بالظبط. ندفعش فلوس للايه؟ لل 80% دول. ثالث يعني بوينت دي من وجهه دي نظر دول كده الشركات. about the fairness. هو بالظبط. بيبص لها economically، ما هو كده كده قاعد، ولو مشي من 20% هنجيب غيره جديد. فالشركات فاهمه ان هو ده اوفر بالنسبه لها. ف... فده بعد مادي هيعمل لك مشكله. طب واحده بالنسبه يعني مميزات بقى اتفضل. الانتظار الطويل في الشركه ايه؟ الرولز العاليه فيري سنسيتيف. الشركات بتفيفر ان الناس الانترنال هم اللي يجامب للحاجات العاليه، لانه هي هذا لوت اوف هيستوري اباوت هيم. يعني صبحي كان زميلي بيحكي لي ان زميله اللي دخل جوجل من 20 سنه today he is a VP في الشركه which is a very big كويس role. نايس. ده مش هيحصل لاغلب، ده مش هينفع يحصل للناس اللي بره. ده حقيقي. اللي انا اقترح ان الناس في بدايه الكارير بتتنطط حبه حلوين. حلو. مثلا هو لسه صغير في الاول، بعد سنتين، بعد كده بعد 3 سنين، 4 سنين، مش عارف ايه. وات سام بوينت هات التراك اوف اكسبيرينس والدايفرستي والمنتاليتي دي وخش شركه واقعد جواها. يعني انا كمصطفى ميبي لو عرفت اظبط سالري كويس افضل في الشركه بتاعتي مثلا وابدا اكبر فيه. وصلت؟ فحاول ان انا اخد مميزات ده وايه ومميزات ده. يتبقى تراك السالري. كنت بتكلم مع الفاوندر ده صبحي يعني، هو بيقول لي ان بيست تراك، بيقول لي احنا عندنا مشكله كبيره، الناس مش وهم جوه الشركه مش بينيجوشيت على مرتب. يعني بيتقال له ان ده الانكريز اللي حصل لك، خلاص ماشي. بيقول لي ما ينفعش تعمل كده. انت مع السايكلز دي يو جو اند جيت اوفرز من اذر كومبانيز، وخش وقول له تمريني كذا وده عايز كذا، هتماتش ولا مش هتماتش؟ لو انت فاليو ذير از ا بيج تشانس ان هو يماتش. بيحكي لي عن حد وصل الامر بيه مع جوجل ان هو ايه، قال لهم هتماتشوا ولا مش هتماتشوا؟ قال لهم مش هنماتش. فقال لهم خلاص انا ماشي، وهم ما توقعوش انه يعمل كده. فكويت وراح فيسبوك. بعد 3 ايام عملوا له ري هاير بمرتب اعلى من اللي خده فيسبوك. فدي ده احسن بالانس جوه الشركه. رقم واحد اتنطط بدايفرستي لا باس بيها في بدايه الكارير. 2 خش الشركه وابدا اقعد. 3 نيجوشيت السالري بتاعك. انت شرحت الموضوع احسن من الكتاب شرحه. تمام يعني انا ما عنديش كومنتس. انا على فكره عندي انا دي نفس المايند سيت بتاعتي، اللي هو في اول الكارير بتاعي انا اتنططت بين 6 7 شركات. يعني كنت بقعد في شركه كام شهر، فاهم؟ خبره سطحيه بس مرتبي تضاعف بسبب ان انا كنت بتنطط. بس حاليا بقى اللي هو خلاص انا عايز اقعد بقى شويه، انا عايز اكسب كتير دلوقتي. زي مرحله الجواز كده. بالظبط.
العاده رقم 10. العاده رقم 10 دي جميله جدا، يمكن احبهم الى قلبي واكتر عاده انا استفدت بيها. كتاب بيقول ان احنا بنسمع مش عشان نرد، احنا بنسمع عشان المفروض نفهم. ياه! العادة دي تقع تحت مهارات التفكير المختلفة. بالظبط. وده وخلّينا نقول وأنا بقى لي فترة باعيد الجملة دي للطلبة، إنّك you need to work على الthinking skills بتاعتك. وأنا واخد بالي بقوة إن الhigher levels في الشركات الكبيرة بتحتاج عقول نضيفة، وممكن تسميه جزء behavior. قدرتك على التفكير الجيد، وجزء من التفكير الجيد لمّا تيجي تسمع تتكلم مع كويس. ناس عايز تسمعه. إحنا كتير جدًا في نقاشاتنا عايزين ننصر الرأي اللي عندنا، بالظبط. ودي مشكلة كبيرة. أنا حقيقي. كمصطفى لا أحصي المواقف اللي طلعت فيها غلط، وده طبيعي، ما هو أنا ما عنديش خلفية عن كل حاجة ولا فاهم كل حاجة. يعني أنا هاقول لك على حاجة، لمّا دخلت اشتغلت مع من الحاجات المميزة اللي حصلت لي في هواوي، إن أنا اشتغلت تحت إيد senior principal، والراجل هو كان assistant professor، فعنده نَفَس تعليمي. وأنا بقى باحب أوي الناس اللي بتحب تعلّم دي. أنا باقعد بين إيديه زي الطالب، أنا عايز أتعلّم. ولا مين قال إن مصطفى ده أجمد حد في الشركة؟ مصطفى ده فرعون وفي ناس كتيرة فوقيه. الناس دي got a lot of experience. لمّا بدأت في الشركة التناكة كانت بتخلّيني لمّا هو يقول آراء، أبُص إن الراجل ده غلط ومش فاهم هو بيعمل إيه. بعدين يجري الوقت شوية واكتشف الراجل كان فاهم أفضل منّي. فبدأت أنا أبدأ adjust نفسي أكتر، إن أنا I need to listen much more، وإن أنا أقلل عارف الإنسان تحسّه judgemental كده شوية. محتاج أقلل شوية أحكامي، وأدّي لنفسي فرصة مرّة و2 و3 إن أنا أسمع من الناس. من كام يوم بس بقى عشان أنا اتعلمت الدرس بالhard way. الdirector عندنا إحنا بنتعامل مع الcustomer، فالcustomer بيقول دي الrequirements بتاعتنا، فهي بتقول لي سيبك منه وإحنا هندefine our own requirements. أنا الculture بالنسبة لي غريبة، الcustomer requirements تيجي منه، مش إحنا اللي بنقول إحنا هنعمل إيه. فأنا شُفت إنها في حاجة غلط في الست دي، بس اديت لنفسي الspace إن أنا أسمعها. وإن أنا أعيد لا إحنا بنعمل ليه كده. فقالت لي لأ، إحنا هنعمل one service نبيعها لcustomers كتير، فمش هينفع الservice تترشيب بصورة كاملة عشان خاطر عيون one customer. إحنا لازم نعملها بصورة تنفع مع كذا حد عشان نعرف نبيع لناس كتيرة. فهنشوف إحنا what can we do ونقيّفه as a service ونبيعه للناس. مش هينفع إن إحنا نcustomize service كاملة على حِس إن هو بيقول أنا عندي X ومستني حد يعمل Y. في customers ما عندهمش X أصلًا. and we need to handle the X and Y. شُفت الدنيا قلبت إزاي؟ لو أنا ما اديتش لنفسي فرصة إن أنا أسمع بقى الإيه الست دي مش فاهمة حاجة وضايعة ولبسنا في واحدة مش فاهمة، مش هتتعلم. لازم تسمع. بالعكس لازم. أنا باحس إن يعني أنا كسبت إيه يعني لمّا قُلت له على اللي جوايا؟ there is a chance إن أنا أطلع منه بمعلومة. وأهم من ده إن أحيانًا الsenior بيشوف إن I know much more than junior، بعدين تكتشف إن الjunior لاقط حاجة أنت مش لاقطها. يعني ضمن المشاكل إنك أنت بتبُص للي تحتك إن he always is weaker، بعدين تكتشف إن الولد أشطر منك لأ، في حاجة. ممكن يبقى عارف أنت مش عارف، بس ده حقيقي. لازم حتّة أنت الكسبان، أنت الكسبان من إنك بتسمع للكل، وأنت الكسبان إنك أنت بتراجع إيه اللي behind the reason، إيه الreasons بتاعتك اللي ورا الdecision ده. والناس دي عايزة تمشي في اتجاه مخالف الناس دي بتقول كلام غير بديهي. هو فعلًا غير بديهي، فهُم لقطوا حاجة أنا مش لاقطها. بالنسبة لك، من وجهة نظرك. دي كلّها مهارات تفكير، ومهارات ضبط المشاعر، والego بتاعك ما يتنطّش. لو الego نَط برّه هيلبّسك في الحيطة. الكتاب أصلًا بيقول إن هو أسهل حاجة إن أنت ترد، أسهل حاجة تعملها في حياتك المفروض إن ما أنت تعملهاش. ترد. فاهم؟ يعني أنا والله لغاية النهارده كل ما أسمع أي حد بيتكلم رأي مخالف لرأيي، أنا باحاول أقول هو والله العظيم أكيد عنده منطق، هو أكيد بيقول الكلام ده عشان عنده سبب. أنا في عايز أفهمه، أنا عايز أفهمه. افهمه وهو يطلع غلط عادي، بس المهم إن بالضبط، بس أفهمه. أنا أحكم عليه بعد ما أقيّم اللي هو بنى عليه رأي. عشان كده أنا دي أكتر عادة باحبها، دي أكتر معلومة أنا استفدت بيها من الكتاب يعني. طيب إيه العادة رقم 11؟ الestimation. ما تستهونش بالتاسكات، ما تحاولش تدّي estimation بسرعة مش مبني على إن أنت فاهم المشكلة اللي قدّامك. وهو هنا عمل referring لكتاب، الكتاب ده بيتكلم وبيقول إن ببساطة خالص لو معاك الtask دي قطّعها لأجزاء، بحيث إن الجزء الواحد فيهم ما يعدّيش اليومين شغل، بحيث إن أنت تقدر تestimate الموضوع صح. لو قابلتك تاسكاية الestimation بتاعها
أنت أول مرة تشتغل فيها زوّد 20% أو 40 من 20 ل40% على الtime العادي، اللي هو وقت الresearch اللي أنت already ما اشتغلتش فيها، وبيتكلم يعني على approaches اللي أنت ممكن تساعدك. من الحاجات الfunny اللي قبل ما أسمع feedback حضرتك برضه، في senior هنا software engineer تقريبًا في فيسبوك أو حاجة زي كده، بيقول إن أنا أو GitHub بيقول إن أنا لمّا بادّي estimation أنا باحسب الestimation وباضربه في 2، ولو أنت عرفت ما تدّيش estimation ما تدّيش estimation. اهم. فأنا عايز أقول لك إن أنا لو ما أعرفش أدّي estimation ما بادّيش estimation. الestimation أحيانًا كتير تحس إن الموضوع فكسان وit's إمم. very hard to really manage. وفي ناس كتيرة بتدوّت الموضوع ده. أنا لو يقدر الmanager ما يقوليش مصطفى دي هتخلص إمتى، يا الحمد ريت، يا الحمد ريت. لإن بيقعد يطلع لك تعابيب من الbox أكتر مما تتخيل. إمم. والmanager هو عايز estimation عشان هياخدها ويcommit للي فوقيه واللي فوقيه بيcommit للي فوقيه، وأنت تحت بتتسحل عشان تfit مع الإيه، مع الestimation. فأول حاجة لو ما أقدرش أعمل estimation ما باعملش estimation. run away الحاجة بقى. التانية اللي هي فكرة الbuffering، إنك تضرب بfactor بعد ما تقعد تفكك وتشوف وتستخدم خبرتك، بتحاول بتبuffer نفسك. مديرك هيبقى بيزقك لتحت، يعني أنت بتقول له 7 أيام، هيقول لك ليه يا عم 7 خليهم 3، مع إن هو نفسه he doesn't think about it. هو by إمم. default عايز إيه، يقلل وأنت عايز تزود. لو أنت يعني you don't get shrinked بسبب كلام مديرك، لأنه هيرجع يحاسبك على الestimation اللي أنت قُلته. أنت بقى حقيقي. وخبرتك وكل ما خبرتك بتكبر وبتعرف والله أنا computer vision tasks ممكن حد يقول لي دي تاخد قد إيه وما ابقاش عايز أجاوب. I know the task بس أنا عارف كمية البلاوي التاسك I don't like estimation. يعني if ما I حدش can run بيحب away I run away. ما حدش بيحب الestimation فعلًا. أنا برضه من الناس اللي أنا لمّا باجي أحط estimation آآ لأ بادّي buffer، اللي ودايمًا باخد tickets من الnext scope، هُم بيبقوا مبسوطين، هُم دايمًا مبسوطين إن أنا باعمل كده، تمام، بس مش هينبسطوا لو أنا قُلت لهم يوم وما خلصتهاش. خلّيني أقول لك على شوية حاجات ليها علاقة بالموضوع. أول حاجة الأفكار اللي أنت كنت بتقولها في البداية دي الtech lead بتاعتي قالتها لي زمان وأنا صغير. ال20% جديدة مش جديدة الكلام ده آآ عارفه يعني. الحاجة التانية إن في الشغل أحيانًا باحب الحركة دي، ممكن أخلّص الحاجة أنا I don't report إن أنا خلّصتها. يعني أنا باعمل task معيّنة فيها ABCDE، ABC خلصوا بسرعة، إمم. أقول أنا خلّصت A وشغالين في الباقي، وبعدين تيجي دي تبقى مكعبلة. فعقبال ما أخلّص الD وأبدأ أريبورت الC والB ومعاهم الD، الموضوع يبدو إن مصطفى إيه is balanced الدنيا ماشية كويس. إمم. هو ما خدش باله إن الB وC خلصوا بسرعة وما خدش باله من لعبكة الD. لو أنت عملت reporting الABC بسرعة وجه الD ده نفخك خد أسبوع منك، هيتكلم معاك. بقى لك أسبوع بتعمل D. بالضبط، هيتكلم معاك. I learned this trick. I don't report everything I report بصورة تخلّي إن مصطفى ده شكله بيخلّص اللي وراه، عشان الصعب والرخم يغطي السهل اللي خلص بسرعة. حقيقي، دي trick حقيقي. أنا باعملها وعاجباني وجميلة ومريحاني نفسيًا. أنا باعمل ده ما دام الموضوع ده مش يعني ما فيش risk ممكن يخلّينا نmiss الdeadline. ما ب ب الdeadline ليه؟ دايمًا بالضبط، دايمًا باfollow الapproach دي. طيب العادة رقم 12، آمم، تختار مجال واحد تتخصص فيه والّا تقعد تتنطط بين مجالات كتير؟ والكتاب هنا شرح الbenefits وال واللي هي الside effects بتاعة كل واحدة فيهم. هو قال لو أنت شخص متخصص هو قال لو أنت شخص متخصص دايمًا في طلب على الناس المتخصصة في أجزاء معيّنة، ودايمًا الناس دي بتكون ليها أولوية في الinterview إن هي تظهر إن هي best candidate طبعًا، لإن هو دي الحاجة اللي هو شغال فيها. يعني تخيل واحد بيقدّم مع حضرتك وأنت بتحاول تfit في position اللي هو 3D، لكن هو actually حياته كلّها والexperience بتاعته في 3D، أنت ما عندكش opportunity قدّامه. صح. تمام، بالضبط. فهو الكتاب بقى بيتكلم على الحتّة دي، ده ليه مميزات وده ليه مميزات. ومميزاته طبعًا إنك أنت بتبقى بتfit أكتر، وممكن ده يجيب لك مرتب أعلى. عيبه دايمًا إن كل ما الفرص بتاعتك تبقى narrow أقل، قدرتك بالضبط. إنك تلاقي فرص كتيرة بتبقى إيه، فده بيبقى مزعج يعني. أنا إمم. حاليًا راجل specialist I know this دايرة كويس يعني. أنا شايف anyway إن الشباب لازم طول الcareer بتاعه بيmaintain درجة من الdepth ودرجة من الbreadth. قيمتك الحقيقية بالإيه، بالdepth بتاعك في الحاجات المختلفة، بس إمم. لازم تفضل طول الوقت بتوسّع وحتى aware. لو عشان تبقى شايف الدنيا، وعشان ممكن في أي وقت تغيّر انحيازاتك تنُط من حاجة لحاجة، تتحرك من development الbusiness وما إلى ذلك. فالbalance ده مهم وfundamental في نجاحك يعني. تمام. وهكذا يعني. يعني الbalance مهم يعني.
ما هو فعلا الكتاب لخص الموضوع كده، اللي هو خليك اوير بين المجالات المختلفه، لكن خليك فاهم اهميه ان انت تكون فاهم جزئيه معينه وشاطر فيها. وزي ما قلنا ما ننساش ان النون تكنيكال سكيلز از واي مور امبورتنت عن التكنيكال، يعني الدبث هنا والبريث كله بيتحرك فين؟ في التكنيكال، صح؟ امم النون تكنيكال مهم، يعني فكره ان انا بانفست في الديسيشن ميكنج سكيلز بتاعتي، قدرتي ان انا او اقارن. مثلا الشركه بتقول لي هنعمل ديفلوبمنت المشروع ده، تكنولوجي دي ولا تكنولوجي دي، لغه البرمجه دي ولا لغه البرمجه دي، تاريخ دي ولا تاريخ دي، التيم بتاعي ايه المهارات اللي عنده. الديسيشن ميكنج سكيلز از فيري كريتيكال، كل ما تكبر كل ما تحتاج تبقى ايه ماتش مور عندك شاربر. في ده كده responsibilities. صح. بنبه الطلبه كتير على الكريتيكال سينكينج سكيلز، قدرتك على اداره مشاعرك. عايز اقول لك ده دي زمان دي كنت دي تخش بوينت كبيره، دي بوينت. اخش اجتماع شايل من مديري عايز اديله قلمين على وشه، فهنا ده الغضب شغال في الخلفيه. قدرتك انك انت تخش انت متضايق وتاخد مشاعرك وتحطها على جنب، you see your emotions you manage them، تتكلم مع زميلك ولا مديرك اللي عامل حاجه غلط وما بتقولش كلام يغلطك ويلبسك انت في الحيط. هو مم. بيهبب الدنيا and you will make it very formal we will say it in a very professional way. المانج المشاعر، واحد الخوف، واحد مثلا بتقول له اعمل التاسك دي فبسبب الخوف مش عايز يروح يعمل التاسك دي، مم. فبتبقى مش فاهم مشاعرك دي، مشاعر الخوف والاضطراب والتوتر، الهلع، الغضب، دي this is non technical skills. مشاعرك دي يقول لك الذكاء العاطفي، قدرتك انك تبقى فاهم مشاعر قدامك. الكلمه دي انا لما اقولها هتاخد اللي قدامي لفوق ولا انزل. لتحت. صح. بتتعامل مع جونيور تحت ايدك، مره بتكلم مع واحد وقعدت الوم نفسي كتير، بقول له فين الكود بتاع الحته دي؟ قال لي اصل لما عملنا ريستارت لما عملنا فرمته للماشين عشان حصل فيها مشاكل فالكود ضاع. فقلت له يعني ايه الكود ضاع؟ قال لي اصل احنا ما عملناش كوميت للكود ده على الجيت هاب. قلت له مم. جمله بفتكر قلت له ايه، رجعت وبخت نفسي جامد ان انا قلت له جمله عنيفه زي دي، ما معناه ايه الهبل اللي انت هببته ده ولا حاجه زي كده. يعني يونيك، هو جونيور ممكن يغلط غلطه زي دي، مم. فاي شود ان انا اي شود اندرستاند ان ممكن يعمل حاجه زي دي، فالتوليريت اعلى. فهنا انا خليت غضبي كنترول مي اكتر. مم. فاهم يعني النون تكنيكال سكيلز دي هي اللي بتخلي الناس فوق، ده ينفع يكون دايركتور وده في بي يعني يعني في وان دايمنشن. كان وان كان موضوع كنترول الايموشنز ده، قسما بالله انا لو حد سالني السنه اللي فاتت دي اكتر حاجه زعلتك ان انا في موقف مع السينيور مانجر ما قدرتش اكنترول الايموشنز بتاعتي، كانت سبب ان انا هبقى برنسبل. يعني فالغضب بالذات مشهور قسما جوه بالله الشركات. غلطه، يعني خلال السنه اللي فاتت الغلطه دي انا يمكن قلتها لكذا واحد من اصحابي القريبين مني، بفوره. لازم تقدر تكنترول الايموشنز. لازم لازم. بالذات الغضب بالذات بالظبط. متكرر في انت بيئه العمل. كمان، واحد صاحبي في الشركه هو شغال هيد اوف بيبول، قاعد في الشركه بقاله 25 سنه، قال لي بص يا عصام مش كل الناس لازم تبقى اصحابك، وانت طبيعي ان انت تحس ان انت متضايق، طبيعي ان انت تحس في الموقف ده باللي انت حسيته، لكن لازم تكنترول ايموشنز. فلتر بقى، حط فلتر كده على اللي بيطلع بره. مره كنت شغال في التيم مع تيك ليد واحده ليا، فهي كانت بتهبب الدنيا، كانت بتهارد كود باثس في المشروع، وانا قلت لها كذا مره ما ينفعش نقعد نهارد كود كده، ما تعمليش هارد كودنج علشان هننسى حاجه من دي وهنروح البرودكشن سايت وبيريفير لللابتوب بتاعك. فما سمعتش الكلام مره واثنين وثلاثه واربعه، ودي لحظه لازم تعمل فيها اللي احنا بنسميه اسكليشن ان بروفيشنال واي. رحت قلت للمانجر واحد اثنين ثلاثه اربعه، انا ساعتها الجونيور وهي السينيور. ف... فهو خدها على جنب وفهمها غلطتها. هي رجعت نفختني على مدار اسبوعين غضب ونرفزه، مش جاست ان 1 اور، اسبوعين كامله بتنطح فيا وانا الصغير في البيئه اصغر منها. وطبعا كانت تجربه سيئه جدا 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 يعني. فطبعا لا يعني لازم تمانج مشاعرك، لازم ما تسيبش مشاعرك ممكن تودي في ده، ممكن ممكن تودي يجرح ان في ده. الجونيور هو اللي اسكليت السينيور. صح. احيانا لما تسكليت حد في نفس الليفل بتاعك اتس اوكي، الجونيور بيسكليت السينيور دي حاجه مش ايه، دي كبيره، دي كبيره، دي تبقى كبيره. انت لكن المفروض لازم اصلا، تمانج مشاعرك. بالظبط، انت المفروض اصلا بتعلمه، مش بس تكنيكال وايز، انت بتعلمه. انا يعني من الريسبونسابيلتيز بتاعتي ان انا الجينيورز والميد اعرفهم ازاي يتعاملوا، ازاي هندلوا الدنيا، ازاي يتعاملوا مع الكونفليكت. فانا مش هينفع اكون الصوره السيئه اللي راح اتعلمهم حاجات انا ما بعملهاش. جميل. العدد 13 دي جميله برضو سهله، هو بيقول ببساطه ركز على الحاجات اللي تقدر تغيرها. يعني في حاجات انت مش هتقدر تغيرها في حياتك، تمام. انت قلت من شويه انت اللي خلاك تكمل على مدار سنتين ونص ان انت توصل لده، ان الكوارث الاقتصاديه دي مش بايدك، انت مش هتروح تغير اقتصاد كندا.
لكن أنت تقدر تعمل إيه؟ أنت تقدر تركّز على الحاجات اللي ناقصاك اللي تقدر تنقلك في الlevel اللي هيقدر يخلّيك مرتاح. صح، فده باختصار الhabit دي، صح. وأنت اتكلمت عنها يعني كتير في مثلًا مسابقات البرمجة كسياق، يبقى مثلًا الطالب مستاء إن الكلية آآ ما فيهاش حد مهتم غيره في المسابقات البرمجة أو ناس إمم، ضعيفة، فتلاقيه مكتئب، وأنا باقول له ما ي د مش في إيدك إنك أنت هتجيب candidates شاطرين، بالضبط، شوف اللي موجود ونمّيه، أو هو مثلًا متضايق، هو واخد باله إن مثلًا زميله اللي كان واخد مثلًا تعليم في الIG مستواه أحسن منه بكتير، وهو كان تعليمه ضعيف، وبعدين ما هو خلاص اللي حصل حصل، إيه اللي في إيدك دلوقتي تغيّره؟ بالضبط، حدد نقاط ضعفك وطوّرها، يعني ما ينفعش تقعد تحرق بنزين في اللي مش في إيدك خالص، ده مضيعة. بالضبط. مش هتستفاد حاجة، يعني أنت يعني زي ما حضرتك قُلت، يعني هو لو ركّز على العيوب، العيوب دي هو مش هو out of control، هو مش هيقدر يغيّرها ومش هيقدر يحسّنها، لكن لو بَص من زاوية تانية ممكن يلاقي حاجات لو هو اشتغل عليها توصّله لنفس الهدف اللي هو عايزه، بس لمّا ركّز على الحاجات اللي هو يقدر يغيّرها. العادة 14 والأخيرة كفاية انتظار، اللي هو من الآخر لو أنت عايز تعمل حاجة لازم تاخد actions. التفكير الكتير مش كويس، التفكير كويس، لكن ما تفكّرش لدرجة إن أنت ما تاخدش action. الكتاب بيقول لك يعني مثلًا لو أنت عايز تسافر دولة تانية، طيب هل أنت سألت على الورق بتاعها؟ هل أنت مثلًا بشكلٍ ما دوّرت؟ هل أنت بشكلٍ ما أنت مثلًا بتدوّر على شغل، طب أنت قدّمت على كام شركة؟ اترفضت من كام فيهم؟ اتقبلت؟ يعني أنت هتتقبل بس بالنسبة، فهو بيقول لك باختصار إن ما تستناش كتير أوي، وحاول تاخد actions على قد التفكير اللي أنت بتفكّره. بتفكّرني بالطلبة اللي بيقعد يدوّر كتير جدًا على materials لمادة معيّنة وما forever بيذاكرش خالص. آخر ما يذاكرش. بالضبط. هو دي الhabit بالضبط. في شركات ينبّه الناس لمّا ييجي يعمل مشروع كبير، أحيانًا الdesign يبقى sensitive وتبعات الdesign الغلط وحشة، فبعض الناس يstuck إن هو عمّال is taking too much time making the best design ever والمشروع مش بيتحرّك، لإنه عمّالين بقى a lot of meetings عشان نخلّص الdesign بصورة معيّنة. في شركات تحب إنّك أنت meet in middle كده، هنعمل حاجة معقولة كويسة وهنبدأ نتحرّك وبعدين ممكن نrefactor في النُص ونعدّل الحاجات اللي ما طلعتش أحسن حاجة في الدنيا، عن إنّك أنت تفضل forever عمّال بتحاول تضبّط وتستف لآخر لحظة، فلأ الدنيا بتحتاج درجة من الflexibility ودرجة من الحركة والتجربة تتعلّمك، يعني الحركة بتطوّرك يعني، دي مساحة مهمة بلا أدنى شك، الحركة مش الانتظار الطويل يعني، حتى لو هو ممكن يبقى بينتظر، بس هو الحركة بتاعة الانتظار نفسها مش زي الحركة بتاعة التنفيذ نفسه، وهكذا يعني. فبصورة عامة المبادرة والحركة في اتجاه الهدف مهم، مش يعني ما تفرمنش كتير يعني. يمكن حضرتك قُلت إن أنت في أول ما دخلت انترفيوهات كنت مع أمازون وفيسبوك وجالك rejections منهم وما قدرتش تhandle الدنيا، فأنت رُحت عشان تغطي المشاكل دي وترجع تذاكر مثلًا problem solving وترجع تبُص للsystem design وتقرا وكده، أنت كنت بتقدّم. آه، آه، هي دي الpoint، إن أنت ما كنتش مستني تقعد سَنة تذاكر عشان خاطر عملت تدخل تقدّم، أنت تيست كنت بتقدّم نفسك في أول أول وقت. حاجة. حقيقي. بالضبط.